السلام عليكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف الثاني المتوسط. درسنا لهذا اليوم حل تمارين موضوع الإملاء الهمزة المتطرفة بعد ساكن أو متحرك، صفحة 45. التمرين الأول يقول، طبعا شرحنا الموضوع في الدروس السابقة وتجدون الدرس إن شاء الله في القناة نزلت لكم. التمرين الأول يقول: استخرج الهمزة المتطرفة مما يأتي وبين سبب كتابتها بهذا الشكل. النقطة الأولى قال تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان. عندي هنا السماء كتبت بهذا الشكل، شنو السبب؟ لأن قبلها ماذا؟ قبلها ألف، والألف ساكن، لذلك هنا السماء راح تصير السماء قبلها حرف ساكن. النقطة الثانية قال الشاعر: وتجنب الفحشاء لا تنطق بها ما دمت في جد الكلام وهزله. عندي هنا الفحشاء بها همزة متطرفة، كتبت بهذا الشكل لأن الألف ماذا؟ ساكن، لأن الحرف اللي قدامها ساكن، لذلك راح يكون الحل الفحشاء قبلها حرف ساكن. النقطة الثالثة تقول: امتد أثر الحضارة الإسلامية فملأ المشرق والمغرب. هنا عندي فملأ، وكانت من دون ريب الضوء، هنا عندي الضوء الذي شع فعم العالم كله، وكل قارئ، هنا عندي كلمة قارئ، لهذا التاريخ يؤكد ذلك ولا يجرؤ أحد على نكرانه أو التشكيك في حقيقته، وإلا فهو متجه مخطئ. هنا هذه الكلمات اللي عندي فملأ قبل الهمزة حرف مفتوح فترسم على الألف. طبعا اعذرونا أعزائي الطلبة، أنا شوية مريضة والحمد لله والشكر على كل حال. عندي هنا كلمة قارئ كتبت على هذا الشكل، لأن شنو ماما؟ لأن قبل الهمزة حرف مكسور فترسم على الياء. هنا عندي يجرؤ كتبت على الواو، لماذا؟ لأن قبل الهمزة حرف مضموم فكتبت على الواو. هنا عندي مخطئ كتبت على الياء، شنو السبب؟ لأن قبل الهمزة حرف مكسور، تمام، فكتبت على الياء. النقطة الرابعة تقول: تبدأ الأزهار تتفتح في بدء الربيع. عندي هنا تبدأ، وهنا عندي بدء. تبدأ كتبت على الألف لأن قبل الهمزة حرف مفتوح، لذلك رسمناها على الألف. أما كلمة بدء كتبت الهمزة فقط متطرفة، لماذا؟ لأن قبلها حرف ساكن. النقطة الخامسة تقول: ليس التباطؤ في الوعد من صفات الأوفياء. عندي هنا التباطؤ وعندي الأوفياء. التباطؤ كتبت الهمزة على الواو، لماذا؟ لأن قبلها ماذا؟ الطاء شبيه مضموم، قبلها حرف مضموم فرسمت على الواو. أما الأوفياء كتبت متطرفة لأن شنو؟ قبلها حرف ساكن. التمرين الثاني يقول: اكمل الكلمات بكتابة الهمزة المناسبة. عندي هنا الكلمة قر، والراء شنو ماما؟ مفتوحة. ايش قلنا احنا؟ قلنا إذا الحرف اللي قدام الهمزة مفتوح، ايش راح تكون الحركة مالت الهمزة؟ راح تكون على ألف. كتابة الهمزة أو شكلها راح يكون على ألف حسب الحركة اللي تناسب الحرف. هنا عندي يتبوأ الواو، زين، أباوع على الحركة اللي فوقها شنو هو؟ شدة وفتحة، معناته مفتوح. إذا شلون راح تكون الحركة؟ راح تكون أيضا على ألف، لأن شنو ماما؟ لأن الفتحة تناسب الألف. عندي هنا المبادئ كاسرين الدال، إذا شلون راح تكون الحركة؟ على الياء، حركة الهمزة راح تكون رسمها على الياء. زين، هنا لؤ، هنا اللام مضمومة، إذا الهمزة هنا إيش راح تكون رسمها؟ على الواو. زين، هنا عندي جزء، ازاي؟ شبيه ماما؟ ساكن، شلون راح تكون الهمزة؟ راح تكون متطرفة وحدها. أمرو الراء مضمومة، شلون راح تكون حركة الهمزة؟ راح تكون على الواو، لأن الواو يناسب الضمة. التمرين الثالث يقول: صغ أفعالا مضارعة من الأفعال التالية.
منطيني أفعال يردوني أحولها إلى مضارع. كافئ، أساء، لجئ، استضاء. فكافئ إذا أصيغ من عندها مضارع شلون تصير يكافئ، الهمزة راح تكون على الياء. لماذا؟ لأن الفاء راح تكون مكسورة. أما أساء فراح تكون أيضا يسيء، على الهمزة تكون أيضا مرسومة على الياء لأن السين راح تكون مكسورة. أما لجئ فراح يكون يلجئ لأن وتكتب الهمزة على الألف لأن الجيم مفتوحة. أما استضاء ستكون يستضيء، أيضا راح تكون الهمزة على الياء لأن الضاد ستكون مكسورة. بالنسبة للتمرين الرابع، ارسم مخططا مفاهيميا لأنواع الهمزة. فهذا غير مهم لكم أعزائي الطلبة، المهم هو التمرين الأول والتمرين الثاني والتمرين الثالث. إلى هنا ينتهي موضوع الهمزة المتطرفة مع حل تمارينه.